عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والضغط على الاشتراك في قناة براكسن فوت كورة تشجيعاً لنا لنستمر إن شاء الله. من الواضح أن أبرز نقطة إيجابية في المنتخب الوطني المغربي ضد الغابون هي تطور المنتخب في الضربات الثابتة، ولكنني لن أتحدث عن هذه النقطة، بل سأتحدث في هذا الفيديو عن نقطة سلبية. لقد تطور المنتخب الوطني المغربي في الخروج من مرحلة البناء إلى مراحل ومساحات متقدمة. هذه الفكرة حفزت اللاعب، وحتى لو لم تنجح فإن اللاعب في مركزه يستطيع أن يجد هذه المساحات لإتمام مراحله النهائية. لم تصل التمريرات وعادت الكرة إلى الغابون، وهنا لاحظوا معي ما سيحدث عندما يمرر حارس المرمى الكرة إلى المدافع. لاحظوا أن دياز وبن صغير والكعبي اتخذوا قرار الضغط العالي. بعد ذلك يبحث خط الدفاع عن لاعب حر في وسط الملعب، وتذهب الكرة إلى لاعب الوسط. انتبهوا إلى أسلوب لعب هذا المنتخب عندما يخرجون للضغط على هذه اللعبة. حركة مزراوي والمرابط في تطبيق الضغط العالي مع الحركة التي قام بها بن صغير وأمرابط والكعبي تركت مساحة كافية لحامل الكرة هنا لاتخاذ قرار التمرير، واستطاع اللاعب الذي كان مع أمرابط أن يستغل خروج مزراوي ويستفيد من تلك المساحة لإيصال الكرة. لقد لاحظت أن أكثر نقطة سلبية في هذه المباراة للمنتخب الوطني المغربي هي الفراغ الذي يحدث أحياناً في المنطقة المحورية. هنا يوجد لاعب حر تماماً في المنطقة المحورية، لأن المرابط خرج والتغطية متأخرة، كما أن تحرك المهاجم إلى العمق جعل حكيمي يتأخر في تغطية الجناح، وهذا الأمر ترك له مساحة كافية لاتخاذ القرار وتسجيل هدف التقدم. وفي الختام أعزائي المتابعين، هذه النقطة السلبية في المنطقة المحورية تحتاج إلى معالجة سريعة من الجهاز الفني للمنتخب المغربي حتى لا تتكرر في المباريات القادمة الأكثر أهمية. إذا أعجبكم هذا التحليل فلا تنسوا الاشتراك في قناة براكسن فوت كورة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل تحليلاتنا الكروية الجديدة. كما أدعوكم لمشاركة آرائكم في التعليقات حول أداء المنتخب المغربي. نلتقي في تحليل جديد. دمتم في رعاية الله. هذا تحليل من براكسن فوت كورة. شكراً لمتابعتكم.